صباح السعادة. أنا هنا في وصفات الغلابة جايلك من الزمن الجميل. هقدم معاكي النهاردة اسبريد العجو أو مربى العجو. لو زهقتي بقى من الفطار لولادك هتقدميها بقى في سندوتشات. بصي، حاجة جميلة جدا، اقتصادية مفيدة وكمان مغذية. كلها يا بنات مكونات هايل، بدون سكر وبدون أي ألوان صناعية أو أي إضافات خارجية. يلا ندخل على مطبخنا المتواضع. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليك يا سيدي يا حبيبي يا رسول الله، عدد خلقك ورضا نفسك وزنة عرشك ومداد كلماتك. صلوا على النبي يا ولاد، بنية تفريج الرزق وتيسير الحال والأمور كلها. زي ما انتم شايفين كده يا حبايبي، احنا طبعا في الأيام الفضيلة المفترجة، فعايزاكم تصلوا كتير على الرسول وتستغفروا بنية قضاء حوائجكم. النهارده يا بنات جبت مكعب من العجوة زي ما انت شايفة، تقدري تستبدليه بالبلح أو تستبدليه بالكبيس اللي هو البلح الطري. مكعب من الزبدة وكوباية من الحليب. كل ده برفعه على النار في أي حلة موجودة عندك، طبعا الحلة زي ما تحب، بولة أو وعاية، حلة، بصي بقى زي ما انت بتقولي عليه. مكعب الزبدة هيدي لمعة حلوة قوي وهيطري معانا العجوة طبعا عارفين إنها بتكون صلبة. اللبن أو الحليب، احنا بنحط لبن، في بعض الدول الحليب بيبقى هو اللبن اللي احنا بنقوله في مصر، أما اللبن بيقولوا عليه الرايب، فاحنا بنحط حليب يا بنات، لبن حليب. بعد كده يا حبيب قلبي ببدأ إن أنا أحط مكوناته كلها على بعض بالشكل اللي حضرتك شفتيه، وبعد كده هرفعهم على نار هادية أو متوسطة. لو الحليب طبعا بتاعك مغلي خلي النار تكون متوسطة أول 5 دقايق. يفضل إنك تقطعي العجوة بالشكل اللي حضرتك شايفاه عشان تدوب معانا بكل سهولة. مجرد ما العجوة يا بنات هتشم السخونة بتاعت الحليب على طول بتسيح معانا وبتتفصل بكل سهولة زي ما انت شايفة كده بالظبط. اللهم بارك. انا هنا يعني مبطئلك خالص ومخليالك التصوير واضح على الاخر، بحيث ان انت يعني ما تقوليش ان احنا بنجري الموضوع. انا بوريكي الخطوات تدريجي. في الاول كده بتحسي ان الحليب بدأ شكله كده حاساه مش لطيف شوية، بعد كده هيدوب خالص مع العجوة ومع الزبدة بتدي لمعة وبتدي طعم هايل يا بنات. تقدري تستبدليها بالسمنة البلدي، ما انصحكيش بالزيت طبعا، ما انصحكيش بأي دهون مصنعة. عايزاكي بقى هنا تكملي ضرب بالشكل اللي انت شايفاه بالمعلقة لحد ما خلاص القوام بتاعك يتماسك والخليط يبقى بالشكل القمر اللي انت شايفاه. اللهم بارك يا بنات. بقى معانا سبريد زي ما قلت لك، لو بتحبي القرفه تقدري تضيفي، قدميه بقى في سندوتشات لاولادك، قدميه كده في الفطار بيبقى اللهم بارك. بتكون العجوه بتاعتنا رجعت لشكلها القمر اللي انتوا شايفينه واحلى من الاول كمان. الزبده ادت لمعه والحليب ادى برضه طعم حلو. تقدري تضيفي معلقه من او نص معلقه صغيره من القرفه لو بتحبي، تقدري تضيفي كاكاو برضه لو بتحبي. هنا يا بنات